كيكة سان سبستيان اللذيذة. شوفوا الطريقة. عندنا الكريم تشيز، يكون طبعا درجة حرارة الغرفة. شوية راح نحركها بالخلاط، نحط لها كوب من السكر، أيضا نضربها بالخلاط. الخلاط دائما يكون وياكم بهالشكل هذا. ونحط علبتين من القشطة، وهنا القشطة تحاول تنزل وما تنزل، مهم نزلناها. فأيضا نخلطها. راح نحط ملعقتين من النشا، يعني كلش بسيطة، ما يرادها، ما بيها هواية موادها كلش بسيطة وطريقتها كلش بسيطة. 4 بيضات أيضا من درجة حرارة الغرفة. تأكدون دائما من تسوون كيك، أي كيك دائما تكون المواد درجة حرارة الغرفة حتى تنجح وياكم. نحطها وحدة وحدة ونظل نخلط بالخلاط بين ما نحط البيض مالتنا. طبعا ما ننسى الفانيلا، ما متوفر الفانيلا ممكن نحط قشر ليمون أو البرتقال. هنا أنا جعدنا الورق مع الزبدة، حطينا ورقة منا ورقة منا بقالب 24 سنتيم، وخلينا بصينية أيضا هذا القالب بدون مي. نحط الخليط مالتنا ونضربها هالشكل حتى تطلع الفقاعات دي. الفرن احنا مجهزيه على درجة حرارة 180 درجة مئوية اللي هي 325 الفهرنهايت لمدة 55 دقيقة. تظل الكيكة مالتكم وتصير جاهزة بهذا الشكل. لازم تحمر من فوق هي تلقائيا. طبعا تعرفوها تبرد يوم كامل بالثلاجة، بعدين تقطعوها. شوفوا منظرها شلون لازم يكون هالشكل، لازم تهتز. سووها